اللقطه اللي جايه انا جايب حاجه، ده مثال لفيلا صور احنا كلنا شفنا المنظر ده ويمكن عايشناه وبعضنا اشتغل فيه. انا اشتغلت في حاجات زي كده. هو اللي هو ده فيلا من الفيلات الفخيمه يعني. هنلاقي بقى الفراغ هنا معمول بقى الكرانيش والارضيه الرخام والستاير، بصراحه حاجه هايله جدا جدا جدا. ده مثال لتقريبا 80% من اللي بيحصل في يعني احنا لو تخيلنا الفراغ ده قبل احنا ما نشطبه، ده هيبقى فراغ كبير، وبعد كده بقى يجي مهندس الديكور وبعدين يجي الفرش هو اللي بيكونه. لما هنفكر في اللقطه اللي قبليها ودي هنبدا نعرف يعني ايه الفكر بتاع العماره التفاعليه. هنا العماره ما تفاعلتش خالص في اي حاجه، هو مجرد مكان. المكان ده انا بسميه يعني العماره دي انا بسميها عماره البلاتوهات. البلاتو اللي هو ايه؟ مكان للتصوير، اللي هو احنا عندنا بكره مسلسل تاريخي، يجي مهندس الديكور فيحط الديكورات التاريخيه ويصور. بعد شهرين خلص وعندنا حاجه اجتماعيه، فنفرش نفس المكان بنشيله ونحط فيه فرش، ما بيفرقش. فبالتالي هنا نقول العماره ما اثرتش في حاجه، ما تفاعلتش مع البني ادم اللي جوه. يعني ان انا ابقى يعني الاقصى حاجه فكره عندي ان انا اجيب الكنبه دي هنا واجيب الكنبه دي هنا، اعمل له هنا بيانو، اعمل له هنا. فين التفاعل مع البني ادم اللي جوه؟ لا، هنا ما فيش خالص. دي انا عماره البلاتوهات. برضه هنيجي طبعا هو ده خرسانات، فواحد هيقول لي طيب ما هي خرسانات هنعمل فيها ايه؟ اقول له لا، خرسانات بقى ممكن نعمل فيها المثال اللي جاي. انا برضو ده مثال برضو لبيت خرسانات، ده خرسانات وبيت حديث، ولكن ده ليه قصه ثانيه هنتكلم بقى هنحكيها عشان نقدر نعرف يعني ايه لو انا بصمم. هنا المعماري اخذ ده الكور بتاع السلم. كانت الفكره الرئيسيه هي كور السلم، هو ده اللي بنى عليه الفكره بتاع تصميم الفيلا كلها. كور السلم ده راح موجهه لناحيه القبلي، يعني الازاز ده في القبلي، وعمل فتحات ازاز بطول برج السلم. طبعا لما انا ابقى على القبلي وهعمل فتحات ازاز يعني ايه؟ يعني على طول في الصيف الحته دي هتبقى شوي، هتبقى سخنه. بس هو عايز كده ليه؟ لانه بيطبق نظريه عنده ان هو عنده فوق عامل فتحات فوق، فبالتالي كل ما الهواء هنا هيسخن المنطقه بتاعت السلم دي نتيجه الازاز اللي موجود كتير جدا، هيسخن الهواء في المنطقه دي. الهواء السخن احنا عارفين الهواء السخن بيطلع فوق، فالهواء هيطلع من الفتحات، هيعمل سكشن تاني للهواء، لازم كتله هواء تانيه تخش، فيحصل نوع من الترطيب الكرنت فنتليشن الذاتي. دي الاول فكره. الفكره الثانيه ان احنا زي ما طبعا يعني المهندس حسن فتحي علمنا ان كتل الهواء بتحصل ازاي، الهواء بيحصل ازاي في الطبيعه بانتقال من السالب للموجب، من الضغط السالب للضغط الموجب، ده اللي بيولد الرياح بصفه عامه. طيب مهندس حسن فتحي عملها في البيوت بتاعت البورنو. انا قعدت في بيت وشفت الكلام ده عملي. انا ما كانش فيه هواء وقعدت في حته ولقيت وانا قاعد فيه هواء. كان في حاجه اسمها البيت الالماني في البورنو. يعني سالت حسن بيه بعد كده، قابلته هناك فشرح لي الموضوع ان يعني القبه اللي عاملها دي فيها ضغط هواء موجب والتاني ضغط هواء سالب، بيحصل حركه الهواء باي ديفولت. هنا برضه نتيجه ان السقف ده 9 متر وده 3 متر وربع، ففي هواء حاصل نتيجه فروق الضغط. طب الحاجه الثالثه اللي هنا ايه؟ الحاجه الثالثه انه الازاز ده اللي هو واخد الفيلا من فوق لتحت ده ادى الى ان الاضاءه الطبيعيه تخش لعمق الفيلا في كل الادوار، نتيجه ان ده على القبلي وهو عملها ازاز، فاصبح ان داخل الفيلا الاضاءه الطبيعيه واصله لاقصى نقط موجوده. الحاجه اللي بعد كده هو اللي هي بقى ديكوريه، اخذ الاساس اللي موجود هنا وعمل فيه ارفف
مكتبه سلم، عشان اللي طالع واللي نازل بيبقى الكتب بقى كلها مرصوصه هنا هو، فبالتالي اي حد طالع نازل هتبقى الكتب في شايفها. ده مبنى خرسانه، يعني ده خرسانات بس اتطبق فيه الفكر، يعني هي احنا بندور على الفكر مش بندور على المسطح. حكايه اللي حاصل دلوقتي ان انا لما تسال يقول لك اصل ده ريسبشن قطعتين، ده ريسبشن 3 قطع. طب فين انت يعني انا فين البحر، فين القبلي؟ ناس كتيره واونرز كتيره انا شخصيا بتعامل مع، يعني اونر يقول لي لا مالكش دعوه، انا هكيف كله. طب وبعدين؟ فبالتالي انا لما اشرح دي وشرحت اللي قبليها دي يمكن، وقبليها طبعا الجزء بتاع المهندس حسن فتحي بتاع الماستر بيدروم، نقدر نوصل يعني ايه فكر عماره تفاعليه، ان لازم عناصر البيت باي كل واحد بقى ليه طريقه تتفاعل مع الطلبات بتاعت البيت. يعني ده واحد فكر بالطريقه دي، ممكن حد تاني يفكر بطريقه تانيه، ولكن برضه هيوظف عناصر البيت في خدمه الانسان، طلبات الانسان، اللي انا بحاول اريح الانسان جوه على قدر الامكان. انا بحاول ان انا مش في درجات الحراره بس، لا، في ان ابقى يعني الاضاءه الطبيعيه دي ليها علاقه بالحاله النفسيه بتاعت اللي عايش جوه البيت. دي حاجه مقطوعه، يعني انا لما ابقى عايش في اضاءه صناعيه دي بتولد حاله من الاكتئاب شويه. الاضاءه الطبيعيه دايما بتدي بوزيتيف انرجي، يعني بتديني طاقه ايجابيه، وانا بحاول اوصل كل نقطه في البيت اضاءه طبيعيه طول ما النهار موجود، ودي حاجه بتخلي البيت صحي. الهواء ان يحصل كارنت فنتيليشن ده حاجه صحيه جدا جدا جدا، يعني الهواء الطبيعي جوه البيت ده حاجه صحيه. فانا كمعماري لازم اسعى الى ان اطبقها، وكل شيء ليه طريقه، والموضوع مفتوح. يعني كل واحد ممكن يخترع، انا قلت كده واحد قال كده، لا ده واحد ممكن يطلع بطريقه ثانيه، اهلا وسهلا. ولكن هو ده اللي يبقى التوجه الفكري بتاعي، عشان ابقى عملت عماره انسانيه. احنا في الاخر قلنا المديول بتاعنا هو الانسان في اي حاجه بنعملها، سواء بقى الانسان ده في شلاتين، سواء الانسان في سيوه. احنا بنسعى الى ان نسخر العماره عشان تريح هذا الانسان اللي جوه الفراغ. لو انا ما عملتش كده، هو ببقى بعمل مصانع، بعمل وحدات ايواء مثلا، وانا بسمي الوحدات اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي المجمعات النمذجه دي ايواء وليس معيشه. انا المعيشه بتاعتي انا لازم ابقى عايش مرتاح جوه. فاحنا كده يمكن انا يعني الكام حاجه اللي كنتم اتمنى ان انا اكون وضحت هنا في